مش هخليكي تشتريه من بره وفي البيت على طول هتعمليه، وبأقل كمية هيبقى معاكي عدد كبير جدا وموفر واقتصادي. تعالي بقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتركي لي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالي نشوف معانا ايه. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليه ربع كيلو من البرغل المغسول ومنقوع، واديناله مرتين تلاتة كده في قلب المفرمة او الكبة. لما بقى معانا بالنعومة ديت، حطينا عليهم معلقة كبيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح ورشة فلفل أسمر، ورشة توم باودر وبصل باودر. وهنبتدي بقى نقلب الخليط بتاعنا، العجينة الحلوة ديت حلوة قوي كده بإيدينا، لحد ما نحس ان قوامها معانا بقى متجانس جدا وبقى متماسك جدا في بعض، وندخل فيه المكونات الحلوة دي كلها. طبعا بنص كيلو لحمة وكوباية من البرغل هيدينا كيلو ونص من الهمبرجر البيتي الموفر الاقتصادي، اللي هيغنيكي عن بتاع الشركات. وكمان انت عاملاه بنظافة وعاملاه بايديكي وعارفة ايه اللي محطوط فيه، وعارفة اللي انت بتدي عيالك حاجة مغذية، وكمان هينفعك كتير جدا في المدارس. بمناسبة بقى اللي احنا عملنا الفيديو اللي فات المخبوزات والفينو والكايزر، انا يوم ما عملت المخبوزات عملت الهمبرجر دوت، وعملت بيه كمان حشيت بيه الكايزر اللي انا كنت عاملاه بسم الله ما شاء الله، ولا احسن مطعم بقلل التكاليف وقلل الامكانيات ومن غير النظافة وغير المكونات الصحية اللي انا حطاها لولادي ومطمنة عليهم. هجيب المكبس بقى بتاع الهمبرجر. المكبس ده رخيص جدا مش غالي، ومتوفر عند مستلزمات الادوات المنزليه، يعني محلات الادوات المنزليه. لو مش موجود ما تقفيش، هاتي علبه جبنه نستون، او غطا بطرمان اللي هو بتاع المخلل دوت، تقدري تعملي بيه. هتحطي كده يعني زي من 80 ل 90 جرام من اللحمه. ممكن تقللي بس يبقى معاكي رقيق شويه، فالكميه دي حلوه قوي. طبعا ما عندكيش ميزان، حطي كده ببركه ربنا، هيطلع حاجه زي العسل من ايدك ان شاء الله. وتبتدي تحطي بقى كيس بلاستيك اللي هو بتاع التلاجة عادي، تفتحيه تحطيه من تحت ومن فوق، وتبتدي تضغطي جامد لما يطلع معاكي بسم الله ما شاء الله الله اكبر بالحلاوه وبالجمال ده. همبرجر بيتي، همبرجر اقتصادي، تقدري تعمليه بكل سهوله في بيتك، وكمان هيرمي معاكي كتير جدا، وهيخلي ولادك يبقوا فرحانين بالشيء اللي انت عاملاه. انا طبعا الكميه دي كيلو ونص، من كيلو الا ربع حولت كيلو ونص، لان البرغل معاكي لما بتنقعيه بيزيد. ما عملتش الكميه كلها، انا عملت نصها، ونصها حطيته في ورق فيل ابيض. حطيت ما بين كل رصه ورصه كيس من البلاستيك، وبعد كده حطيته في قلب كيس بلاستيك بعد ما خلصته وحطيته في الفريزر. انما الصينيه اللي قدامكم دي او الطبق ده انا حطيته فيه لان انا كنت بجهزه عشان نتعشى بيه، بس حطيته ربع ساعه بس في الفريزر انه يتجمد. سويتيه ازاي؟ سويته في الجريل او في صينيه عاديه، تحطي فيها معلقتين من الزيت كده بمسحه من الفرشه، وتبتدي تنزليه وتقلبيه على الوشين، هيطلع معاكي زي العسل. هتاكلي احلى همبرجر. جربيه بطريقتي دي هيعجبك جدا جدا. وطبعا المكونات كلها بتاعته موجوده في البيت. لو حابه تجيبي كمان البودره الجاهزه اللي عند العطار اللي بتاعت الهمبرجر ممكن تجيبيها، بس انا بحب البهارات الطبيعيه، تديني تيست حلو قوي، والنتيجه انا حباها. بعد ما رصيتهم كده، ده كده نص الكميه اللي انت شفتوها في الصينيه. بسم الله ما شاء الله، دي اللي انا هعملها واحطها في الكايزر اللي احنا عاملينه. ارجعي لي الفيديوهات بتاعتي هتعجبك جدا، وانتظروني في فيديو جديد، ومع السلامه.